وصفتنا النهاردة من الوصفات المميزة تستحق انك تكملي الفيديو للنهاية. هنعمل مع بعض النهاردة اللحمة بالبصل المكرمل او كباب الحلة مع طبق رز ابيض، وهتاكلي اجمل طبق لحمة بالصوص والرز. جبت نص كيلو من اللحمة سريعة السوا وقطعتها مكعبات بالسمين بتاعها زي ما احنا شايفين، وشطفتها كويس جدا تحت الحنفية وسبتها لما نشفت. ونص كيلو من البصل وقطعته شرائح. وهحتاج 4 معالق كبار من السمنة وورق راولي وملح وبهارات لحمة وفلفل اسود وحبهان وقرنفل وبشرة من جوز الطيب وعود قرفة ونص كيلو من الرز البسمتي. وهجيب الحلة بتاعتي وهنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة وابدأ احط اللحمة بتاعتي، بس ما تكونش السمنة معاكي سخنة عشان اللحمة تاخد وقتها في السوا. وهقلب اللحمة بتاعتي كل شوية على الجنبين لحد ما تاخد اللون وتنزل كل ميتها. ونزلت عليها بنص معلقة من الفلفل الاسود و2 حبهان وورقتين راولي عشان نشوحهم مع اللحمة كويس. بعد كده هنزل بالبصل بتاعي وهقلب فيه لحد البصل بتاعي لما يطرى ويشرب من المية بتاعة اللحمة. انزل عليها برشة من جوز الطيب ونص معلقة من الفلفل الاسود، واحط عليهم السبع بهارات لو متاحة عندك، ومعلقة من بهارات اللحمة والحبهان وورقتين غار. وكده خلصت بهاراتنا، وهأجل الملح للآخر خالص. وهستمر في التقليب اللحمة بالبصل لحد البصل معايا ما يكرمل وياخد اللون اللي احنا عاوزينه. ونزلت عليها بالمية المغلية، وفي المرحلة دي اول ما تبدأ تغلي معايا هنزل عليها بمعلقة من السكر واغطيها واسيبها تستوي براحتها. وهبدأ احضر الرز بتاعي. رفعت الحلة على النار ونزلت فيها بعود القرفة وورق اللوري والحبهان والقرنفل ومعلقة من فلفل اسود ومعلقة من بهارات اللحمة وحبايتين من المستكة لو متاحة عندك، بتخلي طعم الرز الابيض حلو جدا. وبعد ما حمرت البهارات كلها تحميرة خفيفة جدا في السمنة، هنزل عليها بالرز بتاعي غسلاه كويس جدا ونقعاه ومصفياه، ومعلقة كبيرة من الملح، وهقلبهم كويس جدا لحد المية ما تشرب منه. وهنزل عليه بالشوربة بتاعتي. بالنسبة للشوربة انا جبت مكعب مرق الدجاج ودوبته في مية مغلية واستخدمته بديل الشوربة. وده شكل الرز بتاعي بعد ما اتشرب. هنقله بقى على نار واطية وهغطي عليه. وده شكل الرز بتاعي بعد ما استوى، مفلفل جدا والريحة والطعم حكاية. هطفي عليه وهبص على اللحمة بتاعتي. اللحمة هنا استوت ما شاء الله، وخدت معايا وقت من نص ساعة لساعة الا ربع. وما اتأكدت من سوى اللحمة هزود معلقة الملح وهقلبهم كويس جدا مع بعضهم. وهنزل عليها بكمية بسيطة جدا من المية السخنة عشان انا محتاجة الصوص بتاعها، لان هي شربت كل الصوص اللي كان موجود فيها. وفي نفس الوقت اللحمة تاخد من طعم الملح ويستووا مع بعض. حطيت عليها البوتاجاز وسبتهم مع بعض يجي 10 دقايق يشربوا من بعض. ويلا بقى اغرفي الطبق بتاعك وحطي اللحمة على الرز وعليها معلقة من الصوص وكلي بالهنا والشفا. وزودت معاهم دقوس الطماطم وطبق من بابا غنوج وطبق سلطة. ولو محتاجة تعرفي طريقة الدقوس او بابا غنوج خشي على اليوتيوب اكلات زمان مع مراهف تعرفوا كل الوصفات.